السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. الناس اللي قدام معايا كنرحب بكم مجددا، والناس اللي عاد انضموا للقناة كنقول لكم ايضا مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى، واللي عجبكم ما تنسوش تشاركوا مع الاهل والاصدقاء باش هكا تعم الفائدة. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم بديل طبيعي للسكر. الناس هكا اللي مرضى السكري او الناس اللي دايرين حمية ديال السكر. فهاد البديل رائع بالمكون ديال التمر. بالنسبة لهاد البديل ديال السكر كنستعملوه في التحليات، في الكيك، نديروه مع القهوة مع الشاي ومع السلو. دابا شهر رمضان كنوجدو سلو، وبالنسبة للناس اللي كيبغيو يسلو هكا حلو فممكن انهم يديروا هاد السكر اولا هاد البودرة ديال التمر كبديل للسكر. راه كيجي رائع وكيجي لذيذ. فبسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. غنحتاج التمر من الافضل يكون ديك النوعية اللي يابسة. انا ما لقيتوش صراحة هاد المرة في السوق، فخديت هذا كان مخلط. كان فيه نوعية اللي يابسة ونوعية شوية اللي باقا رطبة، يعني باقا خاصها الوقت باش انها تنشف مدة طويلة. فخديت هذيك الكمية، خديت تقريبا 2 كيلو هي اللي خديت هنايا. فكنحاول انني نمسح بواحد المنديل اللي يكون ناشف، نمسح به هاد الحبات ديال التمر كاملين. ومن بعد كنبدا نقسم في التمر ديالي، كنحيد ليه النواه وكنحيد ليه داك الطريبيش اللي تيكون الفوق. صافي وتنقسم التمره هكا لقطع صغيره، اولا كنقسمها غير على 2، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال التمر. بالنسبه لهاد النواه راه كتحتفظوا بها، ممكن انكم تحنوها. وكاين اللي كيدير بها القهوه، كيف ما ممكن انكم ت ت تحمروها اولا تحمصوها وتطحنوها، فكديروها على شكل كحول طبيعي بالنسبه للنساء. شي حاجه اللي كتكون هكا طبيعيه. وهاد التمر هذا راه 2 كيلو عطاني كميه كبيره ما شاء الله ديال هاد النواه. كنخبيها ايضا هكا ملي كيكون عندي اللحم شويه اولا الكرعين كيكونوا عاصين في الطياب، فكندير هاد العظيمات هادو وكنحيدهم في الاخر، فهما تيسهلوا لينا العمليه ديال الطهي ديال اللحوم اللي تتكون هكا كتشد الوقت شويه في الطياب. اولا كتلوحو غير تمره صاينه مع اللحم ديالكم. فهنايا بعد ما قطعت الكميه كامله كنت طيبت الخبز في الفران، طفيته وحطيته في داك الصهد ديال الفران. فكتبقاو تكرروا هاد العمليه دائما ملي كيكون عندنا الفران مشعول. كنديروا هاد العمليه بعد ما كنطفيو. وهنا خرجتو للشميشه ملي تكون الشمس حاره، فكنحطو حتى في الشميشه كنعاون به. صافي هنا بعد ما نشفات ليا الكميه ديال التمر ديالي، كنبقى ناوب ما بين الفران وبين الشمس. تقريبا خليته واحد 8 ايام تقريبا، لانني كنت سربانه عليه. فحتى كيعطينا هاد الصوت انا نخلي لكم ان شاء الله المقطع الصوتي، يعني كيكون التمر صافي نشف ملي كنهزو كيعطيني داك الصوت ديال التقرميشه. بعد ما كيبس التمر كيف سمعتوا معايا في المقطع الصوتي اللي خليت، فكنديه عند الناس اللي تيطحنوا هاد اللوازم ديال الحلويات، وديته للسيد وطحنوا ليا المقطع فاش داروا قبل ما يطحنوا ما صورتوش. فطحنوا ليا وجبته حتى للدار وغربلته، فعطاني كميه هكا اللي كتكون على شكل البودره. كتعطينا مسحوق هكا كبديل للسكر. وعطاني كمية أخرى اللي كانت شوية غير مهرمشة، يعني ما مطحوناش، بحكم أن التمر اللي درت ما كانش نوعية اللي هي يابسة. من الأفضل تاخدو التمر اللي كيكون يابس، يعني كتشريوه قاصح، فهذا كيعطيكم نتيجة سريعة. وهكا ما كتحتاجوش وقت كتير انكم تيبسوا، لان اصلا كيكون يابس وكيعطيكم كميه كتيره. فانا تقريبا عندي هنايا نصف الكميه اللي بقات عندي
ما مطحوناش بهذا الشكل هذا، ولكن كنستعملها أيضًا في التحليات، فكنديروا منها عصائر، كنديروها مع الحليب كترطب شوية، وكنديروا معاها أي فاكهة بغينا، وكنطحنوا العصير ديالنا، أولا كنديروها مع الحليب ومع الفلان اللي كيكون بدون سكر، فكتجي حتى هي تحلية رائعة. ممكن توظفوها أيضًا في الكيك، كنديروها في الكيك ديالنا وكتعطينا قطع، ملي ناكلوا الكيك كنلقاو دوك القطع ديال التمر. كيف ما ممكن أنكم ترجعوها للفرن حتى كتيبس، تعاودوا طحنوها، فكتعطيكم هاد الشكل هذا ديال البودرة. فكان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم اللي شاركت معاكم، كنتمنى إن شاء الله هاد البودرة ديال التمر اللي اشتركت معاكم تعجبكم الفكرة وتعتمدوها في هاد الشهر الفضيل هكا. بالنسبة للناس اللي دايرين حمية أنهم يديروها في السلو ديالهم، ويديروها أيضا في التحليات وفي لي كيك. فكنتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو، ولا عجبكم ما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، وما تنساونيش من التعليق ديالكم ومن لي لايك، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي بإذن الله.